السلام عليكم، صباح الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ ما تيجي نعمل خروجة جديدة. خروجة جديدة بقى فين؟ عارفين المنطقة بتاعت كارفور المعادي؟ المنطقة الجديدة دي، المساكن اللي هناك مبنية جديدة. تعالوا نلف كده ايه جواها. انا دلوقتي على الدائري، وقدامي على طول المطلع اللي هو بيطلعنا على كارفور المعادي. فانا قاعد مستني حد، المفروض حد هيديني حاجة هنا. حلو، فالراجل ده هيتأخر شوية. ايه رأيكم يعني نلف كده ايه شوية، نعمل جولة عند منطقة كارفور المعادي، نصلي على النبي بقى ويلا نبتدي. انا بس في واحد فرمل كده، انا كنت لسه هطلع، راجل جنب كده فرمل ونزل وحسسني ان هو ايه بيعمل اكشن. انا مش عارف ايه اللي حصل له. الفرد عنده نايمة. يلا بينا يا جماعة، صلوا على النبي كده ايه. احنا على الدائري، هنطلع الطلعة بتاعت كارفور المعادي اللي جاية دي، الكوبري اللي انا بقول لكم عليه، ونلف بقى في المنطقة بتاعت كارفور المعادي، نلف كده نعمل جولة حلوة كده جديدة في قلب البيوت اللي هي المبنية الجديدة اللي هناك. يعني احنا الخروجة دي هتبقى فين؟ المنطقة دي تبع ايه؟ تبع زهراء المعادي باين؟ معرفش. المهم ان احنا هنروح هناك، نطلع الكوبري اللي قدام ده وننزل نزل الكارفور، ونلف لفة كويسة كده جوه. فلو سمحتم اللي مكمل معايا في الجولة ما ينساش يعمل لايك، وطبعا لو ما اشتركتش في القناة اشترك، علشان هنلف مصر كلها. قناة خروجة هتلففك مصر كلها وانت قاعد في البيت. يعني بدور كده حتت جديدة اعملها. طبعا الدائري انا صورته كتير، انا لسه منزل جولة يعني الدائري من اوله لاخره، بس المرة دي بقى مش الدائري، المرة دي انا هطلع الطلعة بتاعت كارفور اللي جاية دي. طبعا الطلعة اليمين دي هتودي دي كده، دي بتودينا المقطم يمين خالص كده، بيودينا المقطم. يا ابن الذين انت جاي في ايه العكس ده كده يودينا المقطم. طبعا احنا مش هنروح المقطم، احنا هنكمل على طول، نطلع الكوبري اللي جاي اللي هو هيودينا عند كارفور. هو كان ينفع طبعا من بره، الناس بتمشي عكس هنا ازاي؟ هو في ايه يا جدعان؟ ينفع من بره، بس انا قلت اوريكم الدخل بتاع الكارفور بتاع المقطم بتاعي. تعالوا بقى يلا بينا نطلع الكوبري اللي جاي ده. مش كوبري المشاة طبعا، مش هنطلع كوبري المشاة للسيارة، هنطلع الكوبري اللي بعده. لو انتوا لسه مش شايفينه هتشوفوه دلوقتي. هو الكوبري ده هينزل اعتقد منطقة زهراء المعادي. يلا بينا يلا بينا. طبعا الشمس دلوقتي معانا مساعدانا. شفتوا الكوبري يا جماعة؟ او الكوبري هي الطلعة دي، هو ده معمول كده علشان ينزلك المعادي، هي زهراء المعادي ومحور حسب الله الكفور مكتوب اهو. احنا طبعا عملنا في جولات في زهراء المعادي، بس مش في المنطقة دي. زهراء المعادي كبيرة، فاحنا مع بعض. تعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه في المنطقة دي، بدل ما نفضل واقفين ما بنعملش حاجة. تعالوا نتجول هنا. انا مواعيدي مظبوطة يا جماعة، الراجل اتفقت معاه ان هو يقابلني الساعة 8 الصبح. انا وصلت الساعة 8 الصبح، هو اتصلت بيه اصل مش عارف ايه نص ساعة بس. عارفين انتوا المواعيد دي السكة دي ما بحبهاش. برجع اندم بقى اقول يا ريتني كنت كلم، بس انا بنزل بثقة اللي هو لا الراجل هيجي، اصل العربية اصل مش عارف ايه كاوتش نام، الميكانيك عطلان، كربيراتير بوظ. كارفور على ايدينا الشمال يا جماعة. لا مش عايزين شمس بقى في وشنا كده، نخش يمين عشان الشمس ما تزعلناش. كارفور يا جماعة اهو على شمالنا، نخش يمين بقى بعيد عن الشمس كده. صباح
صباح الفل يا جماعة، أحلى شمس أحلى صباح. الشمس تخرج أيوة، من المشرق. تعالوا بقى ايه المنطقة بتاعت المعادي. والله يا جدعان أنا ما عارف أتجول فين، بس يلا نتجول. تعالوا نتجول جوه، نكمل على طول ونخش ولا نخش يمين؟ تعالوا نكمل على طول، تعالوا نكمل على طول في المنطقة دي. المحور الرئيسي ده نشوف هيودينا على فين. يعني الشمس خابطة في عين الشمال، فأعتقد مش مضايقاكم انتوا، مضايقانا أنا. أيوة تعالوا كده نقول لا كده هتضايقوا. نخش سنة يمين سنة يمين سنة يمين سنة يمين. أيوة دي بقى منطقة زهراء المعادي يا جماعة. منطقة زهراء المعادي تتميز بكل مبانيها الحديثة الجميلة الرائعة. طبعا هي حديثة وجميلة ورائعة علشان أصلا المنطقة دي كلها كانت صحراء، كل الحاجات دي لسه مبنية، بس بقت زحمة جدا. السلام السلام يا جدعان على زهراء المعادي. طبعا انا جيت الشارع ده كتير وفيه، والدليل ان انا جيت ان انا فاكر ان انا مرة فطرت هنا في مطعم فول وطعمية هنا على اليمين، بس نسيت اسمه. المطعم ده نضيف جدا، وبما اننا بقى الساعة 8 الصبح يا جماعة، لو انا قفشت المطعم ده دلوقتي انزل اجيب منه فول وطعمية. بس بقى فين يعني؟ ايوه انا فاكر كان في هنا وانا ماشي كده قابلت كنتاكي واحدة هو كان مطعم تحت والله العظيم. طب والله العظيم يا لهوي. ده نعمة يا جدعان، انا ناسي والله. هو نعمة، مطعم نعمة. هو مطعم نعمة يتنسي؟ ايوه عمال اقول فين المطعم فين المطعم فين المطعم، كان تحت مطعم نعمة. طب انا اخش له ازاي وانا مبحبش امشي عكس؟ مبحبش انا امشي عكس يا جدعان، وراجل رخم واقف ورا. تعالوا يعني ناخد جولة وبعد كده نرجع نفطر، عشان انا ممكن اخش الحتة دي عكس، بس انا ما بحبش كده. تقول لي تكره ايه في حياتك؟ اقول لك اكره الناس اللي بتمشي عكس، حتى لو حتة صغيرة كده. ما تلف يا عم وتخلص. يلا بينا المعادي وزهراء المعادي والقطامية كله على طول. يعني ده احنا لسه اصلا احنا مش في زهراء المعادي هنا، المنطقة دي مش تبع زهراء المعادي، لسه زهراء المعادي قدام. المنطقة دي بقى تبع كارفور يعني. تعالوا نتجول وخلاص، نعمل جولة في قلب منطقة المعادي. طب تزمر ليه يابا؟ تزمر ليه؟ ناس واقفة قدامي اخش فيهم؟ ربنا يهديك يا حاج. الله يا الله يا سبحان الله. ده في هنا زي مول كده او سنتر كده، ده مول كبير على ايدينا دي. بس انتوا بقى عند كارفور كده لو عايزين تتمشوا شويه تمشي شويه قدام كده تلاقوا مول على ايديكوا اليمين، في مطاعم وفي كافيهات وفي حاجات صغيره كده، بارتيشنات صغيره كده بيبيعوا حاجات فيها، في شغل عالي. ما انت هي مصر كبيره قوي يا جدعان، انتوا بس امشوا فيها كده هتعمل خروجات وتعمل جولات كتير كبيره قوي. بس عايزه اللي يلف فيها. لف وجمد قلبك، ما تشغلش بالك بحد. بس المهم ان انا اركز في الطريق علشان اعرف ارجع على دايرتي. مصر كبيره قوي يا جدعان، جميله قوي يا جدعان. منفذ بيع لحوم القوات المسلحه. ماشي اليسر الحالات ايه اليسر؟ الحالات الخاصه يعني دي حالات خاصه ازاي؟ ادينا ماشيين يا جماعه، ادينا ماشيين يا جماعه، مش عارفين احنا رايحين على فين يا جماعه.
طب انا دلوقتي لو دخلت ده ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ده في هنا عمارات قديمة يا جدعان. في ناس هنا من زمان على فكرة. المنطقة دي فيها ناس من زمان. هو انا ليه حاسس ان انا جيت هنا قبل كده؟ اه والله انا حاسس ان انا اعرف المكان ده. صدق هو انا شوف. تعالوا كده نخش يمين. نخش. ده شكله هو. تعالوا نخش شمال. بس شمال طبعا هنلبس في الشمس، بس عادي يعني. هنلف على طول بسرعة. مفيش شمس ولا حاجة. أنا بقول لكم أنا عارف المكان ده. يا لهوي يا جدعان. بصوا والله العظيم 3 الخروجات دي أحلى حاجة في الدنيا. أنا بيطلع عيني وبقعد ألف من عند الأوتوستراد واللي عشان أجي الحتة دي والمنطقة دي. بسبب الجولة بتاعتكم الجميلة دي اكتشفت إن في دخلة تاني للمنطقة دي وأسهل. حلو الكلام ده يا جدعان. حلو الكلام والله. الخروجات بتنفع. اكتشفت ان في طلعه على طول على الدايره. السلام. انا كنت بعذب نفسي ليه طيب؟ كنت افضل ماشي لحد ما اروح على الاوتوستراد واطلع النفق وانزل النفق واخش النفق. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا جدعان؟ طب والله بجد انا بقى اللي بشكركم. يعني الجوله دي او الخروجه دي انا اللي بشكركم عليها، مش انتوا اللي هتشكروني. مش انا صورت لكم الشارع ده قبل كده وقلت لكم زهران المعادي؟ والله ما كنت اعرف ان انا هاجي هنا. كله منفذ على كله. خروج التوهان بس بتوصل للامان. الناس حبايبي بيقولوا لي انت في التوهان بتودينا اماكن جديده اهو. هو المكان ده مش جديد على فكره. بس ابص المنطقه دي كده انا بادئ فيها جوله من الحته دي كده. انا بدات جوله من المنطقه دي. بس ما كنتش متخيل ان انا هاجي هنا والله. تعالوا بقى نرجع تاني من المنطقه اللي انا جيت منها نستكشفها عند كارفور المعادي. هنروح نفطر عند نعمة فول وطعمية. ولا تيجي نقعد في قلب الجبل. والله العظيم المنظر هنا. بصوا يا جماعة أنا بحب المنظر ده أوي. بحب المنظر بتاع الصحراء ده أوي. إيه الجمال ده؟ بصوا الجبل شكله عامل ازاي. حاجة كده يعني. حاجة كده يعني سبحان الله. حاجة نقول سبحان الله. يا سبحان الله. عمال أقول أنا جيت هنا. المنطقة دي قديمة، المنطقة دي جديدة. والله ما قصرت. والله ما قصرتوا معايا. على بقى ده الشارع اللي احنا لسه نازلين منه. بس نرجعوا بقى تاني وناخد الواجهة واحنا راجعين. حاجة كده يعني يا جماعة. والله العظيم خروجة حلوة. خروجة حلوة في منطقة زهراء المعادي. خروجة جديدة. أنا أول مرة أمشي في الشوارع دي وأصور. تعالوا بقى نشوف احنا هنروح فين في المنطقة دي. المفروض بقى نمشي ازاي؟ نمشي يمين خالص. بقول لك ايه، ولا يمين مش خالص؟ يمين خالص يعني. لا مش خالص يا جدعان. خالص ولا مش خالص؟ لا انا نسيت والله. بس انا لو دخلت يمين خالص هلبس في الشمس. قول الشمس تعالي بعد سنة.
ماشي، مش خالص، خلينا مش خالص، علشان لو دخلنا خالص هنلبس في الشمس خالص خالص مالش. خناقة يا جدعان، خبط فيها يا جدعان، انزل لي انزل لي عشان هكسرك. انت مستعجل عليا يا حاج؟ كسرت لها الاكسدام يا عم الحاج. لا اله الا الله. انت لو نزلت دلوقتي هتقعد يومين عشان تحل. هو الراجل دغدغ لها الاكسدام، بصراحة عندها حق يعني، وهي مش غلطانة. داخل فيها من ورا، طالما داخل فيها من ورا يبقى هو الغلطان. فيهم هلاقي شرطة واقفين، روحوا بقى شوفوا حلوا المشكلة دي بقى، حلوا المشكلة دي. يا جدعان، هو انا كنت ماشي كده ولا انا نسيت؟ هو انا كده صح؟ هو انا كده راجع عند مطعم نعمة بتاع الفول والطعمية ولا لا؟ علشان بس ما نتوهش من بعضينا، وانا لما بتوه ما بعرفش انا رايح فين ولا جاي منين. انا دلوقتي اصلا بدور على المطعم. بدور على المطعم كان على شمالنا هنا اعتقد. هناك اهو، هناك اهو والله. ماشي، نطلع قدام شوية. طب ما في مطعم تاني هناك عند كارفور، مطعم برضه فول وطعمية برضه حلو، فطرت فيه مرة. أنا بقعد أمشي كده بفطر في أي حتة. تعالوا كده نشوف. تعالوا نشوف المطعم التاني اللي عند كارفور. تعالوا يا جدعان. وفي عربية فول اهي، في عربية فول عليها زحمة. طالما عليها زحمة تعرف ان هي تمام. بس انا يعني معدتي ما بقتش تتحمل الفول بقى بتاع العربيات. كنت زمان كده اقف وخلي الراجل يديني طبق الفول وطبق البصل وطبق البتنجان وطبق البطاطس والحركات دي. بس بقى مستحيل اكل بيض بره، البيض المسلوق ده مستحيل اكله بره، لازم اكله في البيت سخن كده. انما بره بقى وبارد متلج كده بيبقى زفر. ادي كارفور يا جماعه، ادي كارفور. المطعم اللي انا بقول لكم عليه اصلا على اليمين الجاي دي المنطقه كلها مطاعم. لا بس ايه رايكم في الجوله؟ يعني اللي قاعد معايا لحد دلوقتي في الجوله وما عملش لايك هزعل منه. يعني لازم تعملوا لايك علشان ما ازعلش منكم. ماشي يا جدعان؟ لازم تقولوا لي ايه رايكم في الجوله. يمين الجاي بقى ده طبعا احنا لو دخلنا شمال هنطلع الدائري تاني، بس اتجاه بقى المطار والكده. بصوا القاهره الجديده. لو نزلنا بقى النفق ده هنروح المنيب، الدائري بتاع المنيب. احنا ولا هننزل ده ولا هننزل ده، احنا هنخش يمين كده. المنطقه اللي على اليمين دي كلها مطاعم. يمين خالص ده بقى بصوا على شمالنا كده كل المنطقه دي مطاعم. وحتى بصوا زحمه ازاي، زحمه يا دنيا زحمه. يعني انا ممكن اروح اصلا قدام خالص عشان الشمس وارجع لكم تاني اوريها لكم. انا يعني ثانيه واحده هتقول اشتغلت تاني، بس راجع بقى. طبعا ده يا جماعه اخر الشارع. انا مشيت يعني بتاع مثلا كيلو ونص كده. اللي على ايدينا اليمين ده كومباوند كده اسمه جراند سيتي، وانا جاي كده شفت البوابه بتاعته.
بس طبعا الطريق يا جماعة وانا راجع بقى يعني هيبقى مدعكة. يعني انا شايف الطريق واقف واقفة علشان نرجع للمنطقة بتاعت كارفور والمطاعم هنزعل. فانا دماغي عمالة تقول لي ايه ما لفلف هنا، لفلف هنا، لفلف هنا، وقف الطريق زي الراجل اللي واقف قدامك هنا. لا فانا مش عارف بصراحة يعني اعمل ايه. قولوا لي اعمل ايه. اكمل كده بقى على طول لحد المطاعم اوريها لكم اللي هي عند كارفور قبل الشارع كده بتاع كارفور، ولا اخش جراند سيتي ده اعمل لكم جولة جوه في جراند سيتي. ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه هو الطريق مشي ولا ايه؟ شكله مشي. تعال تعال. منطقة المعادي يا جماعة، منطقة كارفور المعادي جولة بصوا يعني ما حصلتش. احنا لفينا يعتبر المنطقة كلها اللي حوالين كارفور، خدنا الشارع كده من اوله لاخره ورجعنا. بس المنطقة دي بقى مضغوطة ليه بقى؟ علشان خاطر اخرها بيطلع على الدائري الاتجاهين، اتجاه المنيب واتجاه قولوا معايا التجمع بقى بس اتجاه التجمع ممكن تخش من هنا، يعني الناس اللي جايه من معايا كده ممكن يخشوا اي شارع يمين يطلعوا على الدائري، انما اغلب الناس اللي ماشيه في وشها كده على طول رايحه اتجاه المنيب او اكتوبر بقى، المناطق دي يعني الهرم اكتوبر كده، عشان كده تلاقي ضغط. فالضغط على المنطقه بتاعت اكتوبر اكتر. ممكن بقى الناس دي كلها تبقى شغاله مثلا في المنطقه الصناعيه في اكتوبر مثلا، اللي عنده شركه واللي مدير في شركه واللي موظف في شركه. واضح ان الناس دي كلها رايحه اكتوبر، واضح. او رايحه مش اكتوبر صح، رايحه شوارع وسط البلد. المنطقه دلوقتي كده هتروح نازل برضو ايه الملك الصالح، برضو تنزل وسط البلد برضو، يعني مش شرط اكتوبر. مش عارف، هي زحمه بسبب كده. وفي ناس راحت شمال خالص، هي مالهاش علاقه باللي احنا بنقول عليه اصلا. ولا اخبطك ولا. تعالوا بقى هنا يا جماعه من اول المنطقه دي، منطقه المطاعم اللي انا قلت لكم عليها، من اول الغطاط بتاع الكاوتش ده كده، بتاع كاوتش السيارات، يعني على طول بقى كده ايه هنخش. يعني الناس عماله تخبط في بعض ليه؟ واحد رزع في واحد، بصوا واحد رزع في واحد اهو. مش عارف انا الناس شاربه ايه على الصبح. الراجل فرتك العربيه للوليه وده راح رازع برضه. يا جدعان يا جدعان ابعدوا عني. عارفين لو حد لمسني انا بصوا انا بكح تراب، لو حد لمسني يعني والله العظيم ما اعمل له حاجه عادي، ربنا عايزه أكل. اليمين الجاي ده برضه يدخل على الدائري. الحلو على الدائري اول ما شافني جري. خش يا ابوي خش 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 خش، شكلك نايم بدل ما تلبس فيا. بقى المنطقة دي يا جماعة بتاعت المطاعم من أول هنا. بص على إيدك اليمين هتلاقي بقى مطاعم كتير، تلاقي كل حاجة، تلاقي كل حاجة هنا بتتباع. سندوتشات بقى تيكاوي مش عارف حاجات كتير، بس أغلبها قافل، يعني أغلب الحاجات قافل. وفي واحد بتاع كشري هنا جامد والله، جبت منه قبل كده برضه كان جامد انا فاكر. اقول لكم اسمه لما اجي عنده. بتاع الكشري اللي هنا في بتاع
كشري اللي هنا فين؟ في بقى كذا سوبر ماركت، في مش عارف، في حاجات كتير. في واحد بتاع لبس اهو مسمي نفسه محطة لبس. والواحة، يا أهل الواحة يا أهل الواحة. مين تاني يا رجالة؟ مين تاني يا رجالة؟ وواحد اسمه معترض صلاح سالم، ماشي. سيدوني واحد مسمي نفسه سيدوني، لا سيجوني بتاعت الكبير قوي، سيدوني ماشي. وفاميلي درينك اهو. كشري يا ابو امين. ابو امين ده على فكره جامد يا جدعان، يعني زي التحرير وزي الناس الكبيره دي. ابو امين ده جامد، انا اكلت منه قبل كده يا ابو امين. ده في موقف هنا كمان علشان خاطر الموقف ده. انا كده هركن بقى في اي حته يا جماعه وانزل اكل بقى، انا جعان. بس خلاص الجوله خلصت كده على طول كده. في وشنا الدائري يمين، الدائري المنيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.